السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت معكم واحد الكيكه اللي هي زوينه بزاف بالكاكاو والمر، وكنتمنى تتبعوا الطريقه معايا. ومرحبا بكم في الفيديو. على بركه الله، هنا كناخذوا واحد الاناء اللي كنديروا فيه كاس ديال سنيده، كذلك كاس ديال زيت وكاس ديال الحليب، قليل جدا من الملح ونكهه الفانيلا، جوج اكياس من شوكولا مرة او كاكاو مر، ومن طبيعة الحال واحد ساشي ديال قهوة سريعة الذوبان نسكافيه. كنحركوا العناصر كاملين بهذه الطريقة، وملي كنحركوا العناصر كنديروهم فوق البوطة هي المدة ديال واحد دقيقة تقريبا يطيبوا. هنا كناخذوا واحد البول عاود كنديروا فيه 3 البيضات، كنخلطوا البيض مزيان، من بعد ما كنخلطوا البيض وداك الخليط اللي درناه فوق البطاطا بنقصت منه كاس الى ربع تقريبا على جنب. وهنا غادي نبقى نضيف يعني شيئا فشيئا هذاك الخليط. من بعد من طبيعه الحال ما خليناه برد شويه. اللي كجديد على القناه مرحبا به، ما يبخلش عليا بلايك وابوني، كذلك بارطاجي لا فيديو، وشكرا لكم بزاف على التعليق الزوينه ديالكم. هنا من بعد ما ضفت هذاك الخليط كما كتشوفوا يعني حركت مزيان. وهنايا بالنسبه للدقيق فانايا ضفت كاس وربع ديال الدقيق الابيض، من طبيعه الحال جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، ونخلطوا جميع العناصر. في هذا الاثناء انا راني كنت يعني القالب ديال الكيك اللي انا صاوبت دهنته بالزبده وشويه ديال الطحين، وكيبقى الاختيار الا بغيتو دهنوه بالزيت والطحين او الزبده والطحين فماشي مشكل بحال هنا كما كتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي هو هذاك، يعني بهذاك الشكل. هنايا كما شفتوا القالب يعني كيبقى اختياري ديال الكيك، انا درت هذا القالب صافي. هنا كنخوي الخليط ديالي في القالب، وانا هنايا راني شاعله الفران على درجه 360. دخلتها الفران، طابت المده ديال 25 دقيقه. من بعد ما طابت انا خرجتها من الفران كما كتشوفوا وهي سخونه. انا خديت واحد عفوا انا وهي سخونه خديت واحد القطيب ديال بولفاف او لا اي عود عندكم، صافي كنعملوا فيها هكا شكل ثقب باش ملي نديروا لها داك السيرو اللي نقصنا في الاول غتشرب داك السيرو مزيان، وكتجي هشيشه وكتجي يعني مذاق زوين من الداخل. صافي هنا كما كتشوفوا فانايا كنسقيها. فاش كنعملوا فيها دوك الثقب كيدخل هذاك الخليط كيدخل لداخل، وكتجي بصراحه كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه. كنتمنى تجربوها. وهي مازال سخونه كنسقيوها، ما تخليوهاش تبرد، وهي مازال سخونه كنسقيوها بداك الخليط اللي نقصنا كما شفتوا معايا في الاول. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني كل واحد كيفاش بغى يزين الكيك ديالو. المهم من بعد ما غادي نكملها يعني نسقيها بهذا السائل اللي نقصته كما شفتوا معايا. خليتها بردات واحد شويه، خديت واحد دانيتو شوكولا وغادي نضيفو من الفوق. بصراحه كيعطي واحد المذاق هائل صراحه الكيك، كيجي زوين بزاف. المهم غادي ندهن الكيك ديالي كامل بهاد دانيتو شوكولا. كنحاول ما نخلي حتى شي بلاصه، هكذا كنوزعوا الكميه كامله. بالنسبه للمقادير فانا عطيتكم المقادير ديال هذا المول اللي هو يعني صغير، ماشي المول الكبير. الا كان المول الكبير يعني
يعني كتزيدوا في المقادير. وكما قلت لكم بالنسبه للتزيين يعني كيبقى اختياري. انايا استعملت اللوز افيلي. اللوز افيلي حمرته هكذا شويه وزينت به الكيك ديالي. واللي بغى يزين بالفيرميسيل ولا بكاوكاو افيلي ولا المهم كيبقى اختياري. الكيكه ديالي بصراحه جات زوينه بزاف، جات هائله شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوها، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات والتعاليق زوينه ديالكم، وتبارطاجيو لي لا فيديو. وبسلامه الى فيديو اخر.